السلام عليكم في قناتكم اليوم بالدارجة، وهذه أهم العناوين. الرئيس الجزائري: قطع العلاقات مع المغرب كان حلا بديلا عن الحرب. تقرير: الجزائر أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل حرب دبلوماسية ضد المغرب. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. الرئيس الجزائري: قطع العلاقات مع المغرب كان حلا بديلا عن الحرب. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار له مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية عن سبب قطع بلاده للعلاقات مع المغرب إن ذلك جاء نتيجة لتراكمات منذ سنة 1963، وأن قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب معه. وعاد ليكرر أن الوساطة غير ممكنة بين البلدين، مؤكدا على أن النظام المغربي هو من سبيل المشروع وليس الشعب، فهناك 80,000 مغربي يعيشون في الجزائر بكرامة. وقال تبون أنه صفق للمنتخب المغربي لتشريفه كرة القدم المغاربية والعربية في مونديال قطر 2022، لأن الشعب المغربي أيضا صفق لنا لإحرازنا كأس أفريقيا في مصر عام 2019. وكانت وسائل الإعلام الدولية قد نشرت في الأيام الأخيرة أن العاهل الأردني عبد الله الثاني قام خلال زيارته إلى الجزائر مطلع دجنبر الجاري بوساطة بين الجزائر والرباط تشمل إعادة تشغيل أنبوب الغاز الذي يصل إسبانيا مرورا بالأراضي المغربية، فيما نفى الرئيس الجزائري وجود وساطة أردنية لتسوية الخلافات الموجودة مع المغرب، مؤكدا عدم وجود أي وساطة من دولة أخرى. وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في غشة من عام 2021 بسبب ما قالت إنها أعمال عدائية من المغرب ضدها، وهو ما نفته الرباط في حينه. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية. تقرير: الجزائر أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل حرب دبلوماسية ضد المغرب. كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن السلطات الجزائرية أنفقت خلال السنوات المنصرمة أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل حرب دبلوماسية ضد المغرب. وذكرت المجلة في تقرير لها أن حكام الجارة الشرقية أنفقوا ملايين الدولارات على جماعات الضغط بهدف الإضرار بمصالح المغرب في القارة الإفريقية وتلميع صورتها من خلال تنظيم رحلات وإقامة منتديات ومؤتمرات للترويج لجبهة البوليساريو ومحاولة تصدير صورة مغلوطة عن المغرب. وأضاف ذات التقرير أن شركة أمريكية متخصصة في التحكيم الدولي حازت على حصة كبيرة من المال الجزائري، إذ حققت أرباحا بلغت 420 ألف دولار وحوالي 210 آلاف دولار بين أكتوبر من عام 2019 ومارس من عام 2021. وذكر التقارير اسم عضو بالكونغرس الأمريكي الذي زار الجزائر مؤخرا ويعتبر داعما كبيرا لأطروحة البوليساريو داخل الكونغرس الأمريكي، لافتا إلى محاولات لوبيات مقربة من الجزائر دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى البحث عن مواقع بديلة لأكبر تدريبات عسكرية في إفريقيا بعيدا عن المغرب كمضيف سنوي للتدريبات علامة اقتباس. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية.